طيب انا هحاول الخص لك الدنيا. انا هكلمك على اهم الاسباب اللي ممكن تخليك تتفرج على فيلم اوبنهايمر، وهقول لك على اسباب معينه ممكن تخليك ان انت يعني ما تكونش من محبين ان انت تشوف الفيلم ده. بس هقول لك على الاسباب اللي تشجعك على مشاهده الفيلم في اول الفيديو ده، وفي اخر الفيديو هقول لك الاسباب اللي تخليك توفر فلوسك او وقتك. وواضح جدا طالما انا هقول لك على الاسباب اللي تشجعك على مشاهده الفيلم في اول الفيديو ان انا من المعجبين بالفيلم ده. الفيلم ده اولا هو اهم افلام سنه 2023، دي مش محتاج ان احنا نتكلم فيها كتير. كم الدعايه وكم الانتظار اللي كان موجود طول الفتره اللي فاتت كان واضح جدا على كل الناس. تاني سبب او اهم سبب ان الفيلم ده من اخراج كريستوفر نولان، وبالتالي انت بتتكلم على واحد من احد قمم صناعه السينما في هوليود لحد دلوقتي او خلال 15 سنه الاخيره. اعماله دايما منتظره ومتوقعين دايما منها حاجه اكسترا اوردينري، يعني انت بتتوقع بقى ده غالبا مش هيعمل لك فيلم عادي. السبب الثالث ان الفيلم ده هو اول فيلم المفروض ان هو دراما ذاتيه او سيره ذاتيه لقصه حقيقيه وقعت بيقوم باخراجه كريستوفر نولان، ودي حاجه بتشجعك انك لازم تعرف هو هيعملها ازاي. كل الافلام اللي قبل كده هو بيشارك في كتابتها، وهو برضه هو مشارك في كتابه هذا الفيلم، ولكن عن افكار او قصص خياليه او دراما اكشن خيال علمي، كل الافكار دي. لكن هنا الواقع هو الاساس بتاع القصه كلها، الاحداث دي كلها حصلت في الحقيقه. فازاي كريستوفر نولان المفروض ان هو يتعامل مع حاجه زي كده؟ السبب الرابع ان القصه بتاع الفيلم ده يعني فوق الوصف، حاجه متميزه الى ابعد الحدود. الراجل هنا فعليا جايب قمم تمثيليه ومطلع منهم اداءات هنتكلم عنها بقى في وسط الفيديو. خلي بالك ان الاربع اسباب اللي انا بتكلم عنهم كلهم يتمحوروا حول ان كريستوفر نولان هو النجم الحقيقي للفيلم ده. فلو انت مش من محبي كريستوفر نولان اساسا فممكن توفر وقتك سواء في مشاهده الفيديو ده او في مشاهده الفيلم.